السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق ومطبخ وحركات. والنهاردة هنعمل مع بعض الرنجة هننضفها مع بعض بأسهل طريقة، وهنعمل فسيخ. آم، طبعا الطريقة ديت انا معتمداها من زمان وبتطلع الرنجة تحفة جدا وطعمها زبدة. اول حاجة هنجيب الرنجة زي ما انتم شايفينها كده وهناخدها علشان نشويها. انا بحب اشويها جدا جدا على عين النار كده. طبعا الطريقة دي بتخلي الرنجة تعقم، في نفس الوقت بتنزل الزيت بتاعها كده وبتخلي الرنجة زبدة معايا، يعني في الطعم كده بتبقى طرية وجميلة جدا. اول ما بحطها على النار بالشكل ده بتلاقي الجلد بتاعها بيبدأ يشد و يعمل يعني يتقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واقدر اشيلها بسهولة من على يعني سطح الرنجة بتاعتي. بعمل كل اللي عندي بالشكل دوت. ادي شكلهم بعد ما خلصوا. اخد بقى واحدة واحدة علشان اظبطها، يعني اشيل الطبقة اللي بره دي. اول حاجة من ظهر الرنجة كده بشيل السلسلة اللي ورا، وبعد كده ابدأ اشيل القشر، بيتشال معايا بكل سهولة. وخدوا بالكم من الترتيب لان الطريقة دي بتنضفي الرنجة بسهولة جدا جدا، وبتطلعي كل الشوك اللي فيها بكل سهولة. كده ما عادش فيها قشر من بره. ابدا اشيل الراس بتاعتي بقى، ومن السلسله بفتحها، مش بفتحها من البطن، انا بفتحها من الظهر زي ما انتم شايفين كده. بتطلع معايا قطعه الرنجة على بعضها من غير اي شوك خالص. شو دي طلعت كده. هحطها بقى على جنب، وهشيل الشوك اللي في الطرف التاني. زي ما انتم شايفين كده. طلعت كل السلسلة بتاعت الرنجة على بعضها. هعمل كل اللي عندي بالشكل ده، وهيبقى ما فيهاش اي حاجة خالص زي ما انتم شايفين. سهلة جدا. ادي كل الكمية عملتها في ثانية، يعني فيها خدتش 5 دقايق. وده البطاريخ بتاعتها، احطها بقى في طبق لوحدها كده. احطها زيت برضو وليمون عادي وخل. طبعا هاخد دول، يعني هاخد كام واحدة كده احطها في طبق للي بيحب ياكل بقى بشوكة وسكينة. دي تبقى على بعضها، برضو هيتحط لها زيت وليمون وخل. وهجيب بقى طبق عميق كده، وهبدأ اقطع الرنجة بتاعتي فيه، علشان انا عايزة احط لها برضو الزيت والخل عليها، وتبقى متقطعة فيها كده. وطبعا ممكن احط لها كمان طحينة للي بيحب، لان في ناس بتبقى عندها ضغط فما بتعرفش تاكل الرنجة كده، لازم يتحط لها طحينة. فانا بحط طحينة على جنب، انا بحط للي محتاج او اللي حابب يحط طحينة. فببقى عاملة سلطة طحينة في طبق كده في جنب. احط لها بقى ليمون، واحط لها زيت، واحط لها خل،
وهيبقى الطبق بتاعنا كده جاهز. دي شكل الطبق اللي هو على بعضه. وده بقى فسيخ. طبعا الفسيخ او انا بقوم بالسكينة بشيل القشور اللي عليه من الظهر كده، وبعد كده بفتح بطنه واقطع الراس بتاعته، وبيبقى بالشكل ده معايا. طبعا انا ما حبيتش ان انا اوريكم شكله لانه هو بيبقى مش لطيف في التنظيف. وبس كده، وادي شكل السفرة بتاعتنا. طبعا تحفة. وكل سنة وانتم طيبين، ومتنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من القناة. ومتنسوش تدعوا المازن ابني بالرحمة والمغفرة، ان ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله الجنة.